مساء الخير عليكم. مطبخ أسيل إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البيتي فور. يا رب الوصفة تعجبكم وتكون سهلة عليكم وإن شاء الله تنول إعجابكم. وقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد من فيديوهاتي إن شاء الله. إحنا ابتدينا دلوقتي. أنا جبت العجان بتاعي وحطيت فيه 850 جرام من الزبدة الغير مملحة، وهبتدي ان انا احط 350 جرام من السكر البودرة. انا بستعمل سكر الضحى. ودلوقتي بعد ما حطيت الزبدة والسكر هبتدي ان انا اخلطهم مع بعض. هبتدي الاول على اول سرعة لغاية لما السكر بتاعي يتجانس عشان ما يقعدش يطير، وبعدين هعلي على اعلى درجة وهيبقى معايا 4 بيضات. هنفضل مشغلين العجان بتاعنا على الخليط لغاية لما يعمل فوم ويبقى كريمي. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اوقف علشان الم الخليط بتاعي. هلم الخليط بتاعي بالسباتيول وارجع اشغل تاني. لازم القوام يبقى ابيض بالمنظر دوت، ولسه كمان هيعلى اكتر. كل ما نضربه كويس كل ما هيبقى احسن. هننزل تاني وارجع اخفق كويس. دلوقتي الخليط بتاعي بعد ما بقى كريمي بالشكل دوت، ادي 4 حبات من البيض. هضيف عليهم معلقة من الفانيليا، معلقة من الفانيليا اضيفهم على البيض واخفقهم. اخفق البيض بتاعي كويس مع الفانيليا، وابتدي ان انا احطهم وارجع اشغل العجان بتاعي على اعلى سرعة. وبكده اهوت دلوقتي خلصت. بعد ما الخليط بتاعي تجانس مع بعضه كويس جدا، شايفين الشكل الجميل بقى تحفة. دلوقتي بقى هبتدي ان انا انزل الدقيق بتاعي. دلوقتي ركنت العجان بتاعي على جنب ولميت الخليط بتاعي. شايفين الشكل الجميل ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا جماعة. دلوقتي هنزل بكمية الدقيق بتاعتي. انا نخلاه ورجعته تاني في الكيس بتاعه بعد ما وزنته. ان انا برضو مش بعتمد على الوزن اللي مكتوب على الكيس، لازم اي حاجة اعملها اوزنها بالميزان بتاعي الاول. وهبتدي دلوقتي بعد ما حطيت الدقيق اجيب من تحت لفوق بالراحة وبشويش جدا من غير اي استعجال. نجيب من تحت لفوق.
وادي العجينه بتاعتنا بعد ما خلصناها كلها. البيتي فور بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه معاكم دوت، بقت بالشكل ده. دلوقتي برضو هبتدي ان انا اقسم نص العجينه عشان احط لها كاكاو. هاخد جزء من العجينه بتاعي واضيف عليه معلقتين من الكاكاو. كاكاو مش محلى، كاكاو خام. وهقلب فيه كويس برضو بالسباتيول. وادي عجينه البيتي فور بقت معايا اللي بالشوكولاته، بقت بالشكل دوت. هبتدي بقى ان انا اجيب الكيس الحلواني بتاعي والبلبله اللي انا هشتغل بيهم دلوقتي. بس انا بشتغل بطريقتين عشان اللي يحب يعمل زيي. انا بشتغل بالكيس بتاع الحلواني بالقالب دوت، البلبله دي يعني الشكل دوت. وبستخدم قوالب الصابليه، انا بصراحه بحبها جدا في اعمال البيتي فور. القوالب دي انا بستخدمها في البيتي فور، وهوريكم هستخدمها معاكم ازاي. معايا الشكل ده ومعايا الشكل ده. تعالوا بقى اوريكم هنعملها ازاي مع بعض. اوريكم الاول الجزء اللي هو بالشوكولاته، وبتبقى سهله وبسيطه جدا. بنكورها بالشكل دوت على هيئه كوره، وابتدي ان انا اوزع بصباعي كده اهوت، واقطع بقى كل الزيادات بالشكل ده. وبتبقى ما شاء الله لما بتطلع بتبقى في منتهى الجمال. وبرصها في الصاجات بتاعتي دوت. طبعا انا كنت جايبه السنه اللي فاتت كان القالب الواحد ب2 جنيه، تمام. معرفش بقى السنه دي بصراحه بكام للشكل الجميل ده. ومعايا كمان الشكل الورده ده، الشكل ده والشكل ده. تعالوا بقى نبتدي نعمل نص السجون. انا طبعا لازم اعمل تيست للعجينه بتاعتي الاول. جبت صينيه صغيره في البدايه، والفرن بتاعي طبعا سخن. لازم البسكوت او البيتي فور او الغرايب اي حاجه هنشتغلها لازم ان احنا نعمل لها تيست الاول. وادي اللي بالفانيليا هعملها برضو في الشكل الورده. وبتطلع من الفرن القوالب ديت بتبرد وبتطلع بكل سهوله. اهم حاجه ان احنا نضغط كده كويس عشان تبقى العجينه محطوطه في كل اتجاه بالشكل ده. وهبتدي برضو ان انا اجيب اول بلبله معايا اللي هي على هيئه نجمه، واشتغل بيها برضو علشان نشوف العجينه بتاعتنا ظابطه. ان شاء الله تكون ظابطه ان شاء الله. وهسيب لكم برضو المقادير بتاعتي كلها في صندوق الوصف عشان اللي يحب يجربها. وادي اللي بشكل الوردة ما شاء الله. ادي اللي بشكل الوردة. هدخلهم بقى الفرن اعمل التست بتاعي ونرجع نكمل تاني. وبعد ما عملت الاختبار بتاعي وطلع معايا البيتي فور بالشكل دوت. وادي القوالب بتاعتي اللي انا حكيت لكم عليها، اللي هي المفروض يعني ان هي قوالب الصابليه. اول ما بتبرد
بنقدر ان احنا نطلعها على طول، بس هي دلوقتي عشان لسه طالعه من الفرن سخنه. هبتدي دلوقتي بقى ان انا ارص في السجان بتاعتي كلها بالشكل ده. وادي ما شاء الله البيتي فور بتاعنا بعد ما خلصناه. شايفين الجمال والحلاوه، شايفين شكله بنفس القوالب بتاعه الصابليه. عملت البيتي فور، هزوقه بقى معاكم واوريكم شكله عامل ازاي. ودوت اللي بالشوكولاته. وادي البيتي فور بتاعنا بعد ما خلصناه. كل سنه وانتم طيبين. بصوا انا زوقت القوالب كلها بالبندق وباللوز. شايفين الجمال؟ مفيش اسهل من كده. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تعود عليكم الايام بخير. وما تنسوش تعملوا لايك والشير وتشوفوا كل فيديوهات مطبخ أسيل.